يا زينه من قصيد، عذب الكلمة وعميق المعنى، وأكيد إنها من شعر الجمرة بنت الشيخ مانع، لأن ما حد يقول الشعر بهذه الفصاحة إلا الجمرة. ما أعتقد إن هذا من شعر الجمرة، يعني خلاص لأنك تقولي بيت بيتين صرت مساوية حال الشاعرة وتفهمين بالشعر. يا حسنة، شعر الجمرة ما يخفي علي، وذا الحين أعلمش. إلا قل لي يا سويد، هذه القصيدة اللي ترددها كلمات من؟ هذه كلمات من قصيدة طويلة للشاعرة الجمرة بنت الشيخ مانع. نعم، ونعم بالجمرة، أشهد إنها أكبر شاعرة تقول القصيد بين كل العربان. ني عرفت من أول بيت إن الشعر من شعر الجمرة. إلا قولي لي يا القرنفل، هي الجمرة متزوجة ولا لا؟ لا يا سلومة، كثير من شيوخ القبائل طلبوها وهي رفضت، وما حد منهم طلع في شفها، حتى ولد عمها دهاس ذابح حاله عليها وهي ما تهواه. وعاد من اللي بيطلع في شفها دام ما طلعوا في شفها شيوخ القبائل؟ أكيد إنها مغرورة وشايفة حالها، وأكيد بتعنس. كنش يا حسنة تحكين بالجمرة؟ الجمرة ما هي مغرورة، بس كل اللي تقدموا لها ما يستاهلونها، لأن الجمرة يا زينها شيخة بنت شيوخ، ويا حلاها بجمالها وفطنتها وفصاحتها حين تقول الشعر. للوفاء والطيب والمعروف وأفعال الجمايل، ناسها والجود والأخلاق والطبع الجميل، الشهامة طبعهم في الخير تلقاهم لوايل، ما يهابون المخاطر قط في صبح وليل، حضرموت الفخر حضرموت الفخر من جاها لقى فيها الأصايل، معتلين المجد معتلين المجد أهل الخير والنسل الأصيل. حضرموت الفخر من جال قبال صياله، مثلنا المجد على الآخر والناس للأصيله، حضرموت الفخر من جال قبال صياله، مثلنا المجد على الآخر والناس للأدان. متعلين المجد متعلين المجد أفعال وأقوال، كل واحد أفعاله تسابق أقواله، ناس على الجودات ناس على الجودات في كل الأحوال، ما يعرفون الظلم في كل حالة، ومكرمين الضيف لا جارهم رجال، يا حظ من ذولا اسناد رجاله. مكرمنا يا ضيف الجمرة جاله، ويا حظا من ذايا ولا سندار جاله، ومكرمنا يا ضيف الجمرة جاله، ويا حظا من ذايا ولا سندار. صح لسانش،
وتسلمين يا بنتي الجمرة. تسلم يا بوي، ويسلم كل الحاضرين. صح لسانش، أنا أشهد ما في العربان شاعرة مثلش الجمرة. صح لسانش يا الجمرة، ولي الفخر أني ابن عم الجمرة، شاعرة شعار الرملة. تسلم يا ولد العم، وأنا افتخر أنك يا دهاس ولد عمي في مقام خوي. أخوي أخوي بسيطة يا الجمرة. صح لسانش يا بنتي يا الجمرة. ومن قال يمه؟ صح لسانش يا الجمرة. تسلمون تسلمون. وش الهرش يا الجمرة؟ خوي كيدي نش أحرج شي دهاس ولد عمش. يا ريته ينحرج ويفهم ويحس إني ما بغيته. يقول يا عم حمدة. هلا. أم صقر كلمتني. أدري ودها جواب من الجمرة على خطبة صقر لها. إيه. لكن الجمرة راسها يابس، رفضته مثل اللي قبله، شيوخ وعيال شيوخ. لكن يا عمه الشيخة جمرة كل الخطاب اللي جولها رفضتهم. اي والله ما ادري ايش اسوي معاها يا الدخول. انا ضروري اعلم ابوها واقعد معه يشوف له صرفه معاها. ايه يا الجمرة. هلا يبا. سمعينا قصيد. ابشر يبا. البدو على العادات، البدو على العادات واسلاف وافعال، تشهد لكل بدوي وتحكي افعاله. الامر المقدم لو يقول زيح وجبال، زحنا من الوادي بقوه جباله. الأمر المقدم لو يقول زيح وجبال، زحنا من الوادي بقوه جباله. الأمر المقدم لا يقول زحايا، زحنا من الودي بقوايا بلا. الأمر المقدم لا يقول زحايا، زحنا من الودي بقوايا بلا. دانا يا دان دانا يا دانا، دانا يا دان دانا يا دانا، دانا يا دان دان. ما شاء الله عليش يا الجمرة، ويا محسن كلامش. إيه صدقتي يا القرنفل، كلام الجمرة ما في منه. إيه والله. يا المغني، لو عاد معك شي من قصايد الجمرة سمعنا، نبغي نسمع. الله 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 الله، قاعدين تغنون وتتونسون وتضحكون وكأنه حلالنا عندنا موجود، ما هو مسروق؟ ما تستحون له؟ يما ساعة سلا والحلال بيرجع. يا بنت اسكتي، انت مثل ابوش تغنين وتتونسين وانا قلبي محروق على الحلال. يم القرنفل رافعه صوتش ليه؟ انش على الحلال بنرده. متى بتردوا يا سلوم؟ بكره بنروح للشيخ مانع بالجمره ولا بنعود الا بحلالنا. سلوم مرحبا. كلام رجاجيل. عيب عليش، انا سلوم. اسمع يابا وانت يما، وش رايش نروح ويا ابوي على قبيلة ابو الجمرة ونزور الجمرة وام الجمرة؟ اذا كان عندي ما في مانع، لكن الراي لبوش. ها وش قلت؟ وانا ما عندي مانع، بس قمن نامن بكره علينا سفر. قمن بسرعه نامن. يلا يا بنات تصبحون على خير، ورانا سفر بدري. كنش فرحانة. ايه لاني بزور الجمرة لانها وحشتني. الجمرة وحشتش ولا غيثان اللي وحشش؟ غيثان؟ وش دخل غيثان بالموضوع؟
ما أنتم بتسافرون سوا. يا شيخ الشاعر فالح جانا. يا هلا، تفضل تفضل. هلا بالشاعر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ويتهو لقيت. يا هلا، تفضل تفضل تفضل. يا هلا بيك. تفضل. هلا والله بالشاعر. هلا يا هلا مرحبا. الشاعر فالح وصل، يلا عسى سمعنا اليوم قصيدة زينة. مهما يكون شعره زين ما بيكون مثل شعر الجمرة. صدقتي يا الغصين، ما في شاعر بكل العربان مثل بنتي يا الجمرة، حتى أن مضافة أبوها الشيخ مانع صارت مقصد كل الشعار، يقولون الشعر ويتناقلون شعر الجمرة بين كل القبائل. صدقتي يا عمتي. أسمعكم قصيد ما قد سمعها من قبل. منصروا في الزمن والضيم والناس مرة حسبي كير وسط الجوف شاعل ولاهب عامل الناس بالطيبة ولنفس حرة ما نجي للشناء أو فعل داني وعايب عزة النفس كلفتني لضيمي نسرة مظهره للملا والستر يا أخوك واجب وسلامتكم صح بينكم يمين. نشهد إنها قصيدة زينة. أقول يا الشاعر، هذه القصيدة من أقوالك؟ لا هي الجمرة ما هي لي. نشهد إنها قصيدة زينة وما قد سمعت مثلها من كل الشعار، وأكيد إن صاحبها موجوع، بس من يا ترى هذا الشاعر؟ لهبوب القهوة يا لهبوب. تامر يا شيخ تامر. سلمت. ارخص لي يا شيخ. خلك معانا يا صقر. على وين؟ تسلم يا شيخ. الله معاك. أقول يا عمي أنا ولد أخوك الوحيد وبمقام ولدك، وأنا عصاك اللي ما تعصاك. وأنا الشد يا شيخ مانع إن دهاس ولد أخوك ما في مثله بين العربان، فارس ونجمي وينشد الظهر به. أقول جيتك لا خير والشر له كافي. خير، وإيش ودك؟ الجمرة يا عمي ودي إياها حليلة لي على سنة الله ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ورجعنا على ذي السالفة من جديد. يا دهاس يا ولد أخوي، الزواج ما هو بالغصب، الزواج بالود والتراضي. وانت قدمت للجمرة ورفضتك، وبعدين ما سمعتها قبل قليل وش تقول؟ تقول انك مثل اخوها. يا عمي انا ما أنا اخوها، انا ولد عمها واحق الناس بها. ما بياخذ الجمرة حد غيري، واللي يقرب صوب الجمرة بقطع رقبته. ركاز بعدي. انقلع درب اللي يصد ما يرد. صبي القهوة يا الدخون. ابشر يا عمتي. لا يا الدخون، شربنا قهوة كثير وتسامرنا وسمعنا شعر الجمرة، وذا الحين ارخصين لي. اسمري معانا يا الغصين. تسلمي يا ام الجمرة، ارخصين لي يا الجمرة. ودي الشي قبل امشي. تسلمين يا الغصين، بمان الله. رافقيها يا الدخون. العانش يا شيخة. شفت يا ركاز، شفت وش تقول الجمرة؟ تقول أنا مثل أخوها، وهي تعرف إني أحبها وأهواها. يا شيخ دهاس هونها، السالفة ما تستاهل، وخليك من الجمرة. في 1000 بنت تتمناك، هو ما خلق ربي غير الجمرة؟ لا يا ركاز، ما في غير الجمرة، وما حد ما يتزوج الجمرة غيري، واللي يقرب صوب الجمرة بقطع راسه. يا شيخ دهاس الجمرة ترفض كل من يتقدم لها، وباكر بايموت الشيخ مانع، وما بايبقى لها الا انت، وراح تاخذ الجمرة وتاخذ الشيخة بعد. صدقت يا ركاز، صدقت يا ركاز، وقتها بكون أنا الشيخ وبصفي حساباتي مع الكل، وأنا دهاس
وكلمتي ما تنداس. للحين خلينا من موضوع الجمرة. باكر راح يجون تجار المواشي يستلمون مواشيهم اللي أخذنا منهم العربون، والمواشي اللي عندنا ما بتكفي، من وين نجيب لهم؟ ذكرتني يا ركاز، لا تخاف، أنا اتفقت مع بطيشان يدبر الحلال لبكرة الصبح. ما راح يجون التجار إلا والحلال جاهز. يا مقدم. نعم. مرقد الضيف جاهز. هيا يا الضيف، قوم استرح. أقول يا الضيف، ودي أسألك عن أهلك اللي تدور عليهم. عيب يا غيثان، الضيف تعبان، خليه يستريح. بس يا أباه، الضيف يقول إنه بكرة مسافر، وني ودي أسأله قبل ما يسافر. عيب يا غيثان، عيب. عندنا في عادات القبائل نتمسك بالضيف، نتمسك بالضيف، ها، حتى ولو كان بيعود بكرة، ويا رب إن شاء الله ما يعود، يبقى عندنا. أكيد غيثان ما يقصد، وأنا بكرة مسافر بروح عند القبائل بتفقد أهلي. هيا قم استراح، قم. لو صدق الضيف وطلع مشعل هو عواد، أنا لازم أدل الضيف على مكان مشعل. أكيد مشعل بيفرح لما يلاقي ربعه، وبكون رديت له الجميل. بكرة الصباح بعون الله بدل الضيف عليه. من صروف الزمان والضيم والناس مرة، حسي بيكير وسط الجوف شاعل ولاهب. شوفش يا شيخة جمرة، مهتمة بالقصيد اللي قالها الشاعر اليوم. اي والله مهتمة فيه، لأن هذا مو قصيد عادي، هذا قصيد بليغ وعميق وغزير المعنى، واللي كتبه ما هو شاعر سهل، اللي كتبه شاعر فطين. لا يا شيخة جمرة، كل العرب تعرف ما في أبلغ ولا أفطن منك بالشعر، وأكيد هذا الحطاب قال القصيد بالصدفة، وما أعتقد إن في حطاب يقول مثل هذا القصيد. وليه لا؟ بس أقول ليش نيبا رد على قصيدته بقصيد فيه لغز، وإذا فهمه ورد عليه هذا يعني إن ظني طلع بمحله. بس تدرين الدخون؟ نمتي يا الدخون؟ هنيت لي كلبش. للحين بخبر الضيف بسالفة مشعل. بس ويش دراك يا غيثان ان هذا الضيف صادق ويريد الخير لمشعل؟ ليش ما يكون يدور عن مشعل وابوه لخصومة بينهم؟ لا تتسرع يا غيثان، انت الاول تأكد من نية الضيف. الحمد لله رب العالمين، كرمهم وعزهم. كرامة سهيلة يا الضيف. يلا يا مقدم، أنا بقوم بتوكل على الله. ما هو اللي أنت بتوكل، كلنا بنتوكل، ورانا مشوار بعيد، وذا الحين جس أنت هنا في مكانك وبيجيك الزواج وبعدها يفتح الله عليك. والآن رخص لي، بقوم بستعد للسفر. الله معاك. حياك الله يا حيا وسهلا ومرحبا. والمحي ما يزال. ألا قل لي يا الضيف، أقربائك هذول اللي تدور عليهم من اللي أقرب لك منهم؟ الرجال ولا الحرمة؟ الحرمة أختي. لا حول ولا قوة إلا بالله، تراهم غاليين على قلبي، ولا بيرتاح لي بال إلا لما نلقاهم. وش يقربوا لك؟ يقربوا لي الريال خوي. الحمد لله اني ما خبرته. الآن تأكدت انه يريد الشر،
يا خوفي لا يروح على قبائل الرملة ويلقى مشعل. وإيش الحل؟ أنا لازم أتصرف. اسمع يا الضيف، القهوجي اللي يعمل عندنا كان يعمل عند شيخ من شيوخ قبائل الجبال الخضراء، وقال إنه قبل سنين نزل عندهم رجال وزوجته وولدهم، وتقريبا لهم نفس الأوصاف اللي كلمتني عليها. ويش؟ بشرك الله بوجه النبي. بس قل لي، وين تقع الجبال الخضراء؟ أقول لك، أنت تعود من حيث جيت وتمشي على الساحل، لما توصل الجبال دخل بينهم واسأل العربان وهم بيدلونك. شرق ولا غرب؟ شرق شرق. تسلم يا أخوي. الله يسلمك. أنا بقوم أتوكل على الله. الله معك. بأمان الله. الحمد لله إن توهت به، بس لازم ألقى مشعل وأخبره بالسالفة. قدم سلوم. نعم. ده المكان اللي بننتظر فيه. خير إن شاء الله. وليش توقفنا يا مقدم سلوم؟ خلونا نلحق أول النهار، قبيلة الشيخ مانع بعيدة، ما نقدر نوصل قبل الظهر. وعلى مش مستعجل يا ام القرنفل؟ وانت ويش قاطع بك يا مقدم سلوم؟ قاطع بي مقدم حمود وربعه، عاد ما بعد جو. فهمتي؟ فهمت. كبش الفهيمة. وش قلت يا مقدم سلوم؟ قلت الله يحفظك يا ام القرنفل. ها هو المقدم محمود، ده هو المقدم محمود وربعه جو. السلام عليكم. وعليكم السلام. وكانكم بطيتوا؟ والله تأخرنا عندنا ضيف ودعناه وجينا. يلا توكلوا على الله. يلا توكل على الله. يلا. يا داينا يا دانا داينا يا داينا ويا دانا
صار بالقلب وشي ببالي من كثر ما عانى الحاشا واللي جرالي. متحدي الوقت بصرار مهما قست